بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير. ان شاء الله النهارده الفيديو بتاعنا مختلف وفيديو جديد. النهارده هنعمل ترويقه كده لاوضه الاطفال. طبعا احنا عارفين ان اولادنا كلهم بيكركبوا الاوض بتاعتهم، فانا قلت بقى ان احنا هنرتب لهم الاوضه، وقلت هصور لكم بقى ترتيبة الاوضه بتاعتي. انا طبعا احنا عارفين ان احنا في دخلة الشتاء، فبنطلع بقى الدفايات وبنطلع البطاطين وبنروق بقى ترويقة الشتاء، وبنفرش الأرضية اللي علشان طبعا لو حد بيبقى شايل السجاد ولا حاجة. أنا بشيل السجاد في الصيف، فبنفرش بقى الأرضية عشان تدفي الولاد. واحنا بنروق بقى ترويقة الشتاء كده. كل سنة وانتم طيبين. وانا من النوع اللي كل يعني لما يكون هعمل ترويقه بقى يعني اروق الشقه كده. هي الشقه ده عموما كده كده بتتروق كل يوم، بس لما تكون هتعملي تنظيفه تنضفي بقى الاوض مثلا، وتغيري بقى من الفرش وكده. تعملي كل يوم تعملي اوضه، بحيث ان انت مجهودك ما يقلش وما تتعبيش. وطبعا عندك ولادك هيتغدوا وهتعملي غدا وهتعملي عشاء، وطبعا عندك خروجه مستعجله جالك ضيوف، ما تكركبيش الشقه حواليكي، بحيث ان انت تبقي قادره تعملي بقيت شغلك في البيت. فانا من النوع اللي بيعمل كل يوم اوضه، بعمل كل يوم اوضه، بغسل الشبابيك بتاعتها، بروق، بمسح الموبيليا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا دايما لازم يبقى ايدك في موبيليتك. يوم معاكي تجيبه ملمع، يوم ما فيش موجود تجيبه ملمع. فمش طول ما ايدك في الموبيليا بتاعتك هتفضل معاكي الموبيليا بتاعتك نظيفة. فانا قررت ان انا كل يوم اعمل اوضه لتنظيف الشتاء. كلنا طبعا كل سنة وانتم طيبين. بنعمل تنظيفة في الشتاء وتنظيفة في دخلة الصيف، بنشيل السجاد وننفض. فاحنا هنعمل مع بعض بقى تنظيفة الشتاء، ونشيل برضو الفرش بتاع الكراسي ونغسلها، ونمسح برضو أجهزة الولاد، السماعات، الكمبيوتر، الحاجات الموجودة في البيت. كل يوم نعمل أوضة، بحيث ان احنا ما نتعبش ومجهودنا ما يقلش. وطبعا هنبقى برضو عايزين نقف في المطبخ نعمل الغدا، نذاكر للولاد، عندك مثلا مشوار، ما تتعبيش في ان انتي تعملي شقتك والدنيا ما تتكركبش عليكي. وعودي نفسك ان كل اسبوع تعملي اوضة او تعملي ادراج حاجة في البيت تروقيها. هتلاقي الدنيا عليكي رايقة، وهتلاقي عندك مجهود ان انت تعملي شقتك. فانا قلت بقى هصور لكم الترويقة بتاعتي كده، ترويقة اوضة الاطفال. بحيث ان احنا نكون مع بعض، وده فيديو جديد ومختلف عن الفيديوهات اللي انا بقدمها قبل كده. وفرشنا بقى الارضية وهنرجع كل حاجة زي ما كانت، وطلعنا لهم طبعا البطاطين. كل سنة وانتم طيبين. بقى الشتا دخل ولازم الولاد يتغطوا كويس. ودي كانت معانا بقى الأوضة بتاعتنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.